ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم مراجعة موبايل جديد لسه نازل السوق سخن ومكسر الدنيا، وهو التكنو بوفا كيرف 5G، واللي بيصنف ضمن تليفونات الفئة الاقتصادية. والموبايل ده حرفيا في حاجات كتير مش متوقعة خالص في الفئة السعرية دي. تصميم منحني جامد، شاشة خرافية، أداء سريع، كاميرات قوية، وكل ده بسعر اقتصادي. فاحنا في فيديو النهارده هنتكلم عن كل التفاصيل بتاعة الموبايل من أول التصميم لغاية البطارية، وطبعا كمان هنقول العيوب اللي موجودة في التليفون، وهنشوف فعلا هل يستحق الموبايل ده الضجة اللي معمولة حواليه ولا لأ. فيلا بينا نبدأ ونشوف العظمة دي، بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. تعالى في الأول أكلمك عن التصميم وأقول لك كل حاجة كده بالتفصيل عن التصميم بتاع الموبايل، علشان تحس كده إنك ماسكه في إيدك فعلا. فأنت أول ما تمسك البوفا كيرف 5G هتحس إنك ماسك حاجة مختلفة عن أي موبايل تاني في الفئة دي. فالتصميم هنا مش مجرد شكل حلو وخلاص، لا ده الموبايل ده معمول بفكر مستقبلي فعلا. فالموبايل جاي بستايل ستارشيب أو سفينة الفضاء، يعني خطوطه كده منحنية وبتلمع بطريقة ملفتة جدا، وده بيخلي الموبايل يبان غالي وفخم حتى وهو في ايدك. وكمان الموبايل منحني من الجانبين بزاوية 55 درجة، وده مش بس عشان الشكل، ده كمان بيدي احساس مريح جدا في المسكة، وهتحس ان الموبايل ملفوف حوالين ايدك كده وناعم، مش موبايل مربع وتقليدي زي اغلب المنافسين. وبالرغم من البطارية العملاقة اللي موجودة في الموبايل اللي بسعة 5500 ملي امبير، الا ان التليفون رفيع جدا. تخيل ان سمكه 7.45 ملم بس، وكمان وزنه حوالي 188 جرام، يعني خفيف وشيك ومش هتحس انه تقيل في جيبك او ايدك حتى لو استخدمته لفترة طويلة. وده بيخليه من انحف واخف الموبايلات اللي فيها بطارية بالحجم ده في السوق. الموبايل مقاوم للأتربة ورذاذ المية بمعيار IP64، يعني مش هتقلق عليه لو وقع عليه شوية مية او تراب. وعندك كمان الالوان اللي بينزل بيها الموبايل الوان ملفتة للنظر جدا، اللون الاسود والسيان والسيلفر، وكل لون فيهم ليه شخصية مختلفة. فانت سواء بتحب الالوان الهاديه او الالوان اللي فيها حركه ولمعه هتلاقي اللي يناسبك. فباختصار التصميم هنا مش بس شكل، لا ده احساس في الايد، خفه، نحافه، الوان ملفته، وانحناءات بتدي الموبايل شخصيه مختلفه وسط اي موبايلات تانية. فلو انت من الناس اللي بتدور على موبايل يلفت الانظار وفي نفس الوقت يكون مريح في الاستخدام، فالبوفا كيرف 5G من تكنو هيبهرك بتصميمه فعلا. أما بقى بالنسبة للشاشة فهي واحدة من أبرز وأقوى نقاط القوة في الموبايل، وهي من الحاجات اللي بتخليه يبان أغلى من سعره بكتير. فأنت أول حاجة هتلاحظها في الشاشة دي إنها شاشة أموليد، وكمان شاشة كيرفي منحنية 3D ثلاثية الأبعاد، ومساحتها كبيرة جدا 6.78 بوصة. وخلي بالك إن الكيرف أو الانحناء اللي موجود في الشاشة ده مش منظر وخلاص، لا ده فعلا بيديك إحساس فخم، وإيدك هتحس براحة وإنت ماسك الموبايل. وكمان شكل الجهاز من قدام بيخليه شبه موبايلات الفلاج شيب. الدقة هنا فول اتش دي بلس، يعني 2436 في 1080 بكسل، وده بيدينا كثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة في الشاشة. وده معناه ان كل التفاصيل في الصور والفيديوهات هتكون واضحة جدا، والالوان هتكون طالعة مشبعة وقوية زي ما تتوقع بالظبط من شاشة اموليد. وكمان الشاشة دي بتدعم معدل تحديث ريفرش ريت عالي 144 هرتز، وده على فكرة رقم ضخم جدا في الفئة الاقتصادية. فانت سواء بتتصفح او بتلعب جيمز هتحس بسلاسة رهيبة في كل حركة، ومفيش اي تقطيع في الانيميشن او السحب او حتى في الالعاب التقيلة. سطوع الشاشة بيوصل لحد 1300 شمعة، وده معناه انك حتى لو واقف في عز الشمس هتقدر تشوف كل حاجة بوضوح ومش هتضطر تعلي السطوع للآخر. زوايا الرؤية بتاع الشاشة ممتازة، والتشبع اللوني بتاعها عالي، وده بيخلي تجربة مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو حتى تصفح السوشيال ميديا ممتعة جدا، وكأنك ماسك شاشة سينما صغيرة في إيدك. الشاشة بتاع الموبايل عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس 5، وده بيديها أمان أكتر ضد الخدوش أو الخبطات الخفيفة، خصوصا إن الشاشة منحنية وبتكون عرضة أكتر للصدمات. والشاشة دي كمان فيها خاصية تعتيم BWM بتردد 2304 هرتز، ودي بتقلل من إجهاد العين لو بتستخدم الموبايل في الضلمة أو لفترات طويلة، فهتحس إن عينك مرتاحة حتى مع الاستخدام الكتير. الشاشة تقريبا واخدة 93.8% من حجم واجهة الجهاز، فالحواف حوالين الشاشة رفيعة جدا، وده بيدي إحساس إنك ماسك شاشة كاملة من غير أي إطارات تقريبا. وده كمان بيخلي شكل الجهاز عصري وجذاب جدا.
فباختصار الشاشة بتاعة تكنو بوفا كيرف 5G مش بس رقم على الورق، دي فعلا شاشة بتديك تجربة مميزة في كل حاجة، مشاهدة، ألعاب، تصفح، وحتى في الاستخدام اليومي، وكل ده في موبايل سعره اقتصادي جدا بالنسبة للمواصفات دي. أما بقى بالنسبة للأداء فهو فعلا نقطة قوة كبيرة في الموبايل، وده بيبان من أول ما تبدأ تستخدم التليفون ده في أي حاجة، سواء تصفح أو سوشيال ميديا أو حتى ألعاب تقيلة. فالموبايل جاي بمعالج من إنتاج ميديا تك، وهو دايمنسيتي 7300 ألتيميت، واللي داعم لشبكات الجيل الخامس، وبيجي بدقة تصنيع 4 نانومتر، وده معناه إنك هتاخد أداء سريع وكفاءة عالية في استهلاك البطارية في نفس الوقت. وعلى فكرة المعالج ده جديد ومعالج قوي جدا في الفئة الاقتصادية، وفعلا هتحس بفرق في سرعة فتح التطبيقات والتنقل ما بينهم، وكمان في تحميل الملفات أو التعامل مع برامج تقيلة. في عندك نسختين من الرامات 6 و8 جيجا رام، وكمان تقدر توسع الرام الافتراضي لغاية 16 جيجا رام باستخدام جزء من الذاكرة الداخلية، وده بيخلي الموبايل قادر انه يشيل عدد كبير من التطبيقات في الخلفية من غير ما يهنج او يبطأ منك. الذاكرة الداخلية 128 جيجا من نوع UFS 2.2، وده بيديك سرعة كويسة جدا في نقل البيانات وفتح التطبيقات الكبيرة. في الألعاب الموبايل بيقدم لك تجربة ممتازة، فالجيمز اللي زي بابجي أو كول اوف ديوتي أو جينيشن امباكت الأداء فيها بيكون ثابت ومفيش أي تهنيج حتى مع الجرافيكس العالي، وكمان بتقدر توصل لغاية 90 فريم في بعض الألعاب، وده مش موجود في كل المنافسين اللي بالسعر ده على فكرة. وعندك كمان وضع الجيم مود اللي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، واللي بيظبط لك الأداء وبيقلل التأخير في الاستجابة، فهتحس إن اللعبة سلسة أكتر ومفيش لاج حتى في الجيمز التقيلة. فالأداء في التكنو بوفا كيرف 5G هو أداء سريع وسلس جدا في كل حاجة، من أول الاستخدام اليومي العادي وتعدد المهام وكمان الجيمز التقيلة، وكل ده مع استهلاك بطارية ممتاز وتجربة صوت وشبكة قوية. فكل الحاجات دي مع بعض بتخلي الموبايل ده واحد من أفضل الخيارات اللي موجودة في الفئة الاقتصادية من ناحية الأداء الفعلي بتاعه. أما بقى بالنسبة للكاميرات فهي فعلا تعتبر من أقوى وأهم الحاجات اللي بتميز الموبايل ده في فئته، وفعلا هتديك تجربة تصوير محترمة سواء في الصور أو الفيديو. فأول حاجة بالنسبة للكاميرا الأساسية، الموبايل جاي بكاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر من سوني، وهو ال IMX 682، وده مستشعر معروف في السوق انه بيطلع صور بتفاصيل واضحة جدا والوانها مشبعة وحقيقية حتى في الإضاءة الضعيفة أو بالليل. وفتحة العدسة بتاع الكاميرا دي f1.8، وده معناه ان الكاميرا بتدخل كمية نور كويسة، فصورك بالليل هتكون أهدى وفيها تفاصيل أكتر من المنافسين اللي في نفس السعر. أما بقى بالنسبة للكاميرا التانية اللي في الظهر فهي الخاصة بعمل العزل أو وضع البورتريه، وبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل، ودي بتساعدك تطلع صور فيها الخلفية ضبابية بشكل احترافي. يعني لو انت بتحب تصور ناس او تعمل صور بورتريه هتلاقي العزل مظبوط في اغلب الحالات. وعندك كمان فلاش ليد قوي بيساعد في التصوير الليلي او في الاماكن اللي فيها اضاءة ضعيفة، وكمان في اوضاع تصوير كتير زي الوضع الليلي والوضع البورتريه والبانوراما والاتش دي ار، وكل ده مدعوم بذكاء اصطناعي بيحسن الصور تلقائي حسب الاضاءة والمشهد، فمش هتحتاج انك تتعب في ضبط الاعدادات بتاعة التصوير بنفسك. اما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فالموبايل هنا بيدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وخلي بالك ده سواء في الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية، وده نادر جدا إنك تلاقيه في الفئة السعرية دي. يعني أنت لو بتحب تعمل فيديوهات تيك توك أو يوتيوب أو حتى بتصور لحظاتك كده بجودة عالية هتلاقي الفيديوهات طالعة تفاصيلها واضحة والألوان فيها مظبوطة. فالكاميرات هنا في البوفا كيرف 5G من تكنو هتديك تجربة تصوير قوية جدا بالنسبة لسعر الموبايل، سواء في الصور أو الفيديو، وكمان بالنهار أو بالليل، وهتلاقي كل الأوضاع اللي ممكن تحتاجها موجودة وجاهزة للاستخدام. الموبايل بيجي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل، واللي بتطلع لك صور سيلفي كويسة جدا وفيها تفاصيل، وبتدعم لك أوضاع تجميل وذكاء اصطناعي بيظبط لك الإضاءة والألوان حسب المشهد. وكمان زي ما قلت لكم الكاميرا الأمامية دي بتدعم تصوير فيديو بجودة 4K، فلو بتحب تصور نفسك فيديوهات أو تعمل مكالمات فيديو بجودة عالية هتلاقي الأداء بتاعها ممتاز. الموبايل بيشتغل بنظام iOS فيرجن 15 المبني على اندرويد 15، والواجهة بتاعة تكنو دي بقت خفيفة وسريعة وفيها مميزات كتير. فهي فيها مساعد صوتي اسمه إيلا AI بيساعدك في المكالمات والترجمة والردود السريعة، وكمان فيها خاصية AI Voice Print Noise Suppression اللي بتعزل الضوضاء في المكالمات، وده بتخلي صوت المكالمة في الشارع أو وسط الزحمة صوت صافي جدا. وكمان عندك خاصية AI Call Assistant اللي بيرد على المكالمات بشكل أوتوماتيك، وبيعمل لك ترجمة فورية لو بتكلم حد بلغة تانية، وكمان بيعمل لك ملخص للمكالمة حتى على الواتساب.
وكمان في نظام ذكي بيحسن الشبكة بشكل تلقائي حتى في الأماكن اللي الشبكة فيها ضعيفة، ودي هتفرق معاك جدا لو انت متواجد او عايش في مكان الشبكة فيه مش مستقرة. ومن اهم المميزات اللي موجودة برضه في السوفت وير ده بتاع الموبايل ان هيجيله تحديثات للسوفت وير لمدة سنتين، يعني هيوصل له اندرويد 16 و17 كمان. التليفون بيدعم شبكات الجيل الخامس ال 5G مع تغطية قوية جدا، وكمان بيدعم الاتصال بشبكات الواي فاي 6، وبيجي باخر اصدار بلوتوث 5.4. وكمان من اهم المميزات اللي موجودة في الموبايل انه موجود فيه مستشعر الاتصال قريب المدى NFC، ودي هتفرق معاك جدا لو انت بتستخدم الدفع اللا تلامسي كتير. وكمان التليفون موجود فيه مستشعر الاي ار بلاستر علشان تقدر تستخدم التليفون كجهاز ريموت تتحكم بيه في الاجهزه الكهربائيه. يعني كل حاجه حديثه موجوده في الموبايل، وكمان تقدر تشغل خطين في نفس الوقت ومفيش اي مشاكل في استقبال الشبكه او المكالمات. اما بقى بالنسبه للبطاريه فهي بصراحه هنا قصه تانية خالص. فالتليفون بيجي ببطاريه ضخمه بسعه 5500 ملي امبير، واللي هتكمل معاك يومين استخدام لو انت استخدامك متوسط، ولو استخدامك تقيل هتكمل معاك اليوم مرتاح. ومن اهم مميزات برضو البطارية او الموبايل ده انها بتيجي بشحن سريع بقدرة 45 واط، واللي هتقدر انك تشحن التليفون بتاعك من خلالها من 0 ل 100% في حوالي 45 دقيقة، وتقدر تشحنها لغاية 50% في ربع ساعة تقريبا. والشحن السريع بتاع الموبايل جاي في العلبة، ودي ميزة ما عادتش موجودة في تليفونات كتير دلوقتي. وكمان الموبايل فيه خاصية الباي باس تشارجنج، علشان لو انت بتلعب والموبايل في الشحن الطاقة بتروح للموبايل على طول مش للبطارية، وده علشان تحافظ عليها يعني وتعيش معاك لمدة أطول. وكمان البطارية دي بتيجي بشهادة UV راينلاند، يعني عمرها هيكون طويل وما تقلقش عليها من موضوع انها تضعف يعني بسرعة. وبرضه من أهم المميزات القوية اللي موجودة في الموبايل ده إنه بيجي بسماعات ستيريو، واللي بتدعم خاصية الدولبي أتموس. وطبعا ده مع الشاشة الكيرفي الأموليد الكبيرة اللي بجودة عالية اللي موجودة في الموبايل، هتحس كده إنك معاك سينما صغيرة في جيبك. وكمان الموبايل فيه مايكين لعزل الضوضاء، فالصوت في المكالمات او الفيديوهات بيكون نقي وواضح. وطبعا زي ما احنا متعودين دايما ان مفيش تليفون مفيهوش عيوب، ولكن خلي بالك لما باجي اتكلم عن العيوب بتاعه الموبايل ما بتكلمش عن العيوب دي في المطلق. يعني ما ينفعش اساوي موبايل ثمنه $200 مع موبايل ثمنه $1000، فانا بتكلم عن العيوب اللي تناسب موبايل في الفئه السعريه دي. فعندك اول حاجه ان التليفون مفيهوش مدخل سماعات 3.5 ملم، فلو انت بقى بتحب السماعات اللي بسلك هتحتاج تشتري وصلة او بقى تشتري سماعة بلوتوث. وكمان مفيش عندك مكان لكارت ميموري، يعني لازم تكتفي بالذاكرة الداخلية اللي موجودة في الجهاز. والكاميرا التانية بتاع العزل مش هتستخدمها غير في البورتريه بس. وكمان الظهر بتاع الموبايل بيبصم بسرعة، فلو انت بتحب الظهر يفضل نظيف هتركب الجراب اللي بيجي مع الموبايل كده من اول يوم، وان كان ده يعني هيداري جمال التليفون بشكل كبير. العلبة بتاع الموبايل بيجي فيها الشاحن السريع اللي بقدرة 45 واط، وسلك توصيل USB تايب سي، وجراب للموبايل، ودبوس درج الشريحة، والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع لنسخة ال 128 مع 6 جيجا رام هيكون في حدود $189، ونسخة ال 128 مع 8 جيجا رام هيكون سعرها في حدود $199. أول ما التليفون ده يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. طيب إيه بقى الخلاصة في الموبايل ده؟ بص يا سيدي، لو أنت بتدور على موبايل شكله جامد وشاشة منحنية تحفة مع أداء سريع وبطارية تعيش وكاميرا محترمة، وفي نفس الوقت مش عايز تدفع رقم كبير، فالتكنو بوفا كيرف 5G هيكون اختيار ممتاز ليك. هيكون مناسب للجيمز والتصوير والاستخدام اليومي، وكمان شكله هيخليك متميز دايما وسط اصحابك او اصحابك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر ميزة عجبتكم في الموبايل ده. ولو في اي حد عنده اي سؤال سيبولي في التعليقات وهرد عليكم بنفسي في اسرع وقت. استنوني في فيديوهات تانية كتيرة واجهزة جديدة، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.